بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. صباح الورد وصباح العسل وصباح الياسمين. معاكم أختكم أم ياسين. إن شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل العيش المصري المرحرح خطوة بخطوة. ما تنسوش تدعموني في القناة عشان كل جديد يوصلكم. نبدأ ونصلي على الرسول. معانا الدقيق، نبدأ نغربل الدقيق مع بعض. ومعانا المية حوالي 3 كوبايات أو 4 كوبايات من المية، عليهم معلقة ملح. وكنت جايبة الخميرة من الطابونة عشان انا ما كنتش مربية خميرة في البيت، فابدأ اعجنها في المية واحط انا دول معايا حوالي 2 كيلو من الدقيق. انزلهم في المية على حسب العجينة ما تكون معاكي مظبوطة. واحط عليهم الخميرة الفورية حوالي ب5 جنيه، خميرة فورية من عند العطار. وابدأ اعجن العجينة مع بعض. نبدأ نعجن العجينة الأول. بالعجينة بنبدأ نلت العجين في المية، ونبدأ نعجن فيه ونلته. كل ما تلت العجين بيديكي رغيف حلو وطري معاكي في الندغة. وتبدأي تلتي في العجين، وتبدأي تعجني في العجين لحد ما العجين ياخد معاكي ويدي. يلا يا حبايبي نصلي على النبي، وما ننساش ندعو لأهلنا في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم إن ربنا ينصرهم. اللهم آمين. نصرا عزيزا مؤزرا. ربنا يخلي لنا أولادنا، يحفظهم لنا ويبارك لنا في أزواجنا. اللهم آمين يا رب. كل ما تلاقي العجينة معاكي، يعني كل ما تعجني وتمسكي قطعة من العجين كده وتشوفيها، لو هي ساحت على ايدك لا يبقى العجين محتاج ان هو يتعجن تاني. فتبدأي تعجني. العيش المصري بيحتاج عجين كتير، كل ما تعجني العجين كل ما يديكي رغيف حلو وطري. يلا يا حبايبي اخواتي، انا بحبكم في الله وبدعي لكم ومحتاجة منكم الدعاء. انا في كرب عظيم، فمحتاجة انكم تدعوا زي ما انا بدعي لكم وبحبكم في الله. اهو كل ما تشوفي، كل ما تمسكي كده لا كده. انا طلعت الرغيف وحطيته على ايد، لقيته مسك شويه، مش زي ما مسحش. فكده محتاج كده حاجه بسيطه ويظبط معايا. وابدا اسيب العيش يختمر معايا حوالي مثلا نص ساعه، على حسب ما الخميره ما العجين يختمر معاكي. وابدا اقطع العيش معاكم. عايزه اوريكم المقرص الكفايه. هو عبارة زي الصينية كده، بحط العيش على بعضيه. هو مش بيلزق عشان المقرص. المقرص كده زي سمكه زي سمك الصينية. يلا يا حبايبي، ادي المقرص الكفاية. بتقطعي عليه العيش وبتحطيه فوق بعضيه. بتعمليه حوالي مثلا صفين 3 صفوف. المقارص دي حاجة كده حلوة وسهلة ومريحة خالص. ولا تقولي لابنك تعالى شيل معايا، ولا البنت حوليلي. حاجة كده مريحاكي. ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض حلقة كاملة عن طريقة عمل المقرص الكفاية خطوة بخطوة. وان شاء الله هعلمه لكم. وحاجه كده والله العظيم من ساعه ما اتعلمنا نعمله واحنا ارتحنا خالص. بنحط القارص جنب الفرن ونخبزه ونقول يا واد تعالى لفيني، ولا يا بنت تعالى لفيني حاجه كده. بسم الله ما شاء الله. يلا يا حبايبي، لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك في القناه عشان كل جديد يوصلكم. واحنا بنستمر بيكم. يلا يا حبايبي، ادي العيش بنقطعه. هقطعه كله معاكم. وادي المقارص بعد ما تتفلتناها ورصينا عليها المقارص، رصينا عليها العيش. بنبدأ مع بعض نمسح الفرن عشان لو فيها تراب او اي حاجة. ونبدأ نخبز العيش. بتمسكي المقرص، بتمسكي الرغيف، ايدك من ناحية دي وايدك من ناحية دي، وتبدأ تفردي. هو مش هيجي معاكي من اول مرة، بتحاولي مرة والتانية في التالتة لحد ما نرح العيش يترح معاكي. مرة هيبوظ منك الرغيف، مرة هيتظبط معاكي الرغيف. واديها ماشية.
وادي الرغيف اهو، اهو ما لزقش معانا زي ما انتم شايفين. ادي الرغيف اللي تحتيه برضو ما لزقش. تبدأي تفرديه الاول، انا بحب افرده الاول على المقرص. ليه؟ عشان يتفرد معايا. بعد ما تفرديه على المقرص بتبدأي بترشي على المطرحة النخالة، وتبدأي تحطيه على المطرحة، وترحيه ايدك من الناحية دي وايدك من الناحية دي، واحدة يمين واحدة شمال، واحدة يمين واحدة شمال، لحد ما يتفرد معاكي في المطرحة. وبعدين بترميه في الفرن وهكذا. ممكن تجربي مثلا في نص كيلو دقيق، تجربي تعملي رغيفين هيطلعوا معاكي ان شاء الله. مرة تعمليه يظبط، مرة ما يظبطش، ودينا بنتعلم كلنا من بعض. وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في الفيديو القادم مع طريقة جديدة. والله والسلام عليكم ورحمة الله.